صباح الخير ومساء عليكم. الريلمي 5 برو موبايل كان فيه ناس كتير قوي مستنياه، وانا كنت واحد من ضمنهم بصراحه. من كام يوم كنا عاملين ريفيو للاخ الاصغر بتاعه الريلمي 5، والنهارده جينا بالريلمي 5 برو. النهارده هنعمل له ريفيو وهنشوف هل الموبايل دوت فعلا بيكمل خطوات الريلمي 3 برو، لو يديك اداء مقابل سعر وامكانيات عاليه وبتاع كل الحاجات ديت محشوره في موبايل رخيص. يعني بصراحه ومن غير ما نخش في التفاصيل فهو لكن خلينا كده نعرف ليه، وخلينا نبدا باول حاجه وهو التصميم. الريلمي 5 برو بيجي بتصميم مختلف جدا عن الريلمي 3. تصميم مش سيمبل خالص، هو تصميم داخل فيه كده مثلثات داخله في بعض. هو التصميم بالظبط بتاع الريلمي 5، لكن الفرق في الالوان. فعندنا هنا الظهر عباره عن لونين، بنفسجي من فوق ونازل على ازرق من تحت. واو، تصميم فعلا حلو. مش بس كده، اكتر حاجه عجبتني انك لما تبص على الفريم كمان من الجنب هي مش باينه، لكن الفريم من تحت حتى بادئ من الازرق وطالع على الموف. ساعات وانا حاطط الموبايل دوت كده على ظهره شويه بشوف الموبايل لونه اسود، وساعات وانا باصص عليه بشوفه لونه موف بس. فالموبايل بيديك انعكاسات كده للالوان حلوه جدا، ولما تبص كده عليه من بعيد في اي انعكاس للضوء تلاقي قطع من الدايموند الصغيره اللي بتدي للموبايل شكل جذاب جدا بصراحه. لكن الموبايل لسه بيجي من البوليكاربونات او البلاستيك يعني، لكن بلاستيك نضيف اسمه بوليكاربونات، ودوت مشكلته اللي هو بيتخربش بسرعه لكن ما يتكسرش بسهوله على عكس الازاز. اكيد انتوا شايفين وانا عمال اعمل كده في الكاميرتين، انتوا شايفين في 4 كاميرات من ورا، وديت حاجه غريبه شويه. عندنا هنا في الموبايل دوت كاميرا 48 ميجا بكسل. يعني الموبايل دوت فيه حاجات كتير كده محشوره جواه، لكن خلينا ناخد كل حاجه بالتفصيل. المهم ان الكاميرات بارزه حبتين او بارزه حبه يعني عن الظهر بتاع الموبايل، فعشان كده اتاكد انك اول ما تجيب الموبايل تركب له الجراب اللي بيجي معاه في العلبه. هو جراب شفاف مش بريميوم قوي، لكن جراب شفاف، هو جراب ناشف وجراب قوي يعني، فدي مفيش اي حاجه بارزه من الظهر بتاع الموبايل. قولوا لي ايه رايكم في الويل بيبرز اللي ورا. احنا بقالنا مش عارف بقى تقريبا 3 شهور ما كناش مغيرينها، كنا حاطين واحده لونها ابيض، وكان كل الناس تقعد تقول لي يا جورج الشاشه اللي على اليمين لونها اصفر واللي على الشمال لونها ابيض. فحطيت الويل بيبر ديت مع بقى الثيم البامبي اللي موجود ورا، فشكلها حلو برضه. هنا تشوفوا الشاشه بتاعت اللابتوب فين، اللابتوب اهو الدرع بتاع ال 10000، في درع بتاع 10000 تاني هنا. يعني قولي رايكم في الويل بيبرز. يعني برضه عندنا من الظهر هنلاقي الفينجر برينت اللي ريلمي لسه حاطاه في الظهر، ما حطوش في الشاشه، وانا وضحت النقطه ديت كذا مره، اللي انا بالنسبه لي مش مهم قوي يبقى فيه فينجر برينت في الشاشه ما دام هو مش شغال احسن حاجه. فاظن ان حاجه كويسه جدا ان هم حاطين لك فينجر برينت من ورا، بس شغال سريع جدا زي اي موبايل بنشوفه من ريلمي او من اوبو، شغال بسرعه فائقه وما فيهوش اي مشاكل. احسن ما يحط لك فينجر برينت في الشاشه ويبقى فيه حبه مشاكل ومش عملي قوي. فاي كويس ان هم حطوه من ورا بصراحه. نيجي بقى لما نبص من قدام فهنلاقي الشاشه اللي المفروض ريلمي بتقول ان هي الحواف بتاعتها صغرت، فبقت بتاخد مساحه 90.5 من الواجهه بتاعه الموبايل. وفعلا على فكره الحواف بتاعتها من الجناب صغيره، مفيش غير حافه من تحت، وبرده مش كبيره قوي، مش شبه اللي في الريلمي 5. وبرده من قدام هنلاقي عندنا الدروب نوتش اللي متعودين عليها. كتصميم تقريبا الريلمي 5 برو ما يختلفش كتير عن الريلمي 5 غير في الحجم، ان الموبايل دوت اصغر شويه في الحجم، ودي حاجه كويسه على فكره، عشان بصراحه الريلمي 5 كان كبير شويه في ايدي، لكن دوت عارف امسكه في ايدي كويس يعني. الشاشه بتيجي بدقه فول اتش دي بلس من نوع اي بي اس، وبتيجي بكثافه بكسلات 409 بكسل في كل انش. بصراحه الشاشه هنا كويسه جدا ومنافسه جدا لاي شاشه مش سوبر اموليد. فالشاشه هنا الوانها كويسه جدا، السطوع بتاعها ممتاز بصراحه تحت الشمس. على فكره برده هنا الوان الشاشه حلوه جدا، مش باهته قوي ومش فاقعه قوي، برده زوايا الرؤيه بتاعت الشاشه ممتازه جدا. يعني الشاشه مش سوبر اموليد لكن الالوان بتاعتها كويسه جدا. فلو انت يعني واحد مش اهم حاجه عندك الشاشه لكن عايز شاشه برده حلوه وممتازه، فالموبايل دوت بيقدم لك شاشه كويسه جدا، اذا كان بقى للفرجه على الافلام او على الفيديوهات او على الالعاب عادي انت وبتلعب. الشاشه فعلا ادائها كويس وهتديك اداء مرضي جدا. وهنا الشاشه عندنا محميه بطبقه حمايه جورنينج جوريلا 3 بلس. طبعا انتوا شايفين الويل بيبر الغريبه اللي انا حاططها على الموبايل. طيب يعني كويس ان في طبقه حمايه هنا، اي نعم هي مش احدث حاجه لكن كويس ان احنا عندنا طبقه حمايه. مين بيرن دلوقتي؟ مين بيرن؟ نيجي بقى للاداء في الموبايل دوت، وخليني اقول لكم ان الموبايل دوت قنبله اداء. يعني فعلا انا بفكر اخلي التايتل بتاع الفيديو كده ان الموبايل دوت قنبله اداء، لاني فعلا الاداء في الموبايل دوت
استثنائي جدا في الفئه السعريه بتاعته. الموبايل بيجي بسناب دراجون 712 اللي برضو بنشوفه في الريلمي اكس تي اللي احتمال ينزل مصر الشهر الجاي. يعني احتمال، انا ما قلتش حاجه، انا بقول احتمال. ما علينا، المعالج دوت كويس جدا اذا كان في الالعاب او في اي حاجه. برضو الموبايل بيجي بجي بي يو ادرينو 616. الميكس دوت بيديك فعلا اداء في الالعاب سموث جدا جدا جدا. ببجي اول ما تفتحها على طول هيجيب لك اللي هي على الهاي سيتنجز. يعني الموبايل دوت بيحاول يقول لك كده ايه، ما تتكلمش معايا، اديني العاب، اديني حاجات كتير اعملها عليا وانا برضه هقول لك هات تاني، ما عنديش اي مشاكل في الاداء يعني. والموبايل دوت بيجي بكذا اختيار، بيجي ب 4 6 او 8 جيجا بايت رام. بس انتوا متخيلين موبايل شبه دوت يجي ب 8 جيجا بايت رام في الفئه السعريه بتاعته؟ 8 جيجا بايت رام يعني كتير جدا. ما علينا، ال 4 جيجا بايت رام وال 6 جيجا بايت رام بيجوا مع مساحه تخزين 64، لكن ال 8 جيجا بايت رام اللي هي النسخه اللي معايا هنا بتيجي ب 128 جيجا بايت مساحه تخزين. وبرده ممكن تزود المساحه بتاعتك بميموري كارد او مساحه تخزين خارجيه، ممكن تحطها مع خطين، فانت ممكن تحط خطين وميموري كارد. بصور باي يا عم. الموبايل دوت كده بيحاول فعلا يقول لك انا ما بشبعش، اديني حاجات كتير والعب عليا وانا مش هتعب عادي، يعني انت بس العب وانا مش هتعب. ودي حته بصراحه الريلمي بتتميز فيها جدا. حتى في الريلمي 3 برو كان اول موبايل يشغل فورتنايت في الفئه السعريه بتاعته. دايما الريلمي بتبقى قويه جدا في الاداء لان هي بتعرف تحط معالجات بتيجي في موبايلات غاليه في نفس الموبايلات ديت لكن بسعر ارخص بكتير. والموبايل بيجي باندرويد باي وبيجي بالواجهه بتاعه ريلمي الكالر او اس. وعلى فكره انا في اي موبايل اوبو او ريلمي باجي لازم اقول ان انا بحب الواجهه بتاعه الكالر او اس لان هي فعلا من اكتر الواجهات اللي انا بستلطفها في الموبايلات الاندرويد عموما يعني. فالواجهه سموث بصراحه ما بتعلقش. وفي النسخه اللي معايا هنا معايا ال 8 جيجا بايت رام، فانت بتفتح حاجات كتير جدا والموبايل بيبقى عادي قاعد حاطط رجل على رجل ما عندوش اي مشكله. يعني انا عايز بس اوضح نقطه معينه، انا اللابتوب اللي ورايا اللي هو دوت اللابتوب الجيمنج فيه 16 جيجا بايت رامات. متخيلين ان فيه موبايل بكام؟ يعني ده ممكن يبقى باقل من ربع سعره في 8 جيجا بايت رام. فطبعا الموضوع بيفرق خالص عن الرامات بتاعت اللابتوب والرامات بتاعت الموبايلات، لكن برضو 8 جيجا بايت رام رقم كبير قوي اللي هنشوفه في الفئه السعريه ديت. فالتصفح عموما هنا مع الواجهه الكالر او اس بيبقى سموث جدا، مش بيبقى فيه مشاكل من الاخر كده يعني. بصراحه الاداء هنا ممتاز. نيجي بقى لتقريبا اكتر حاجه انا حابب اتكلم عليها باستفاضه جدا في الموبايل دوت، لان انا عن نفسي حاببها جدا، وهي الاربع كاميرات اللي موجودين في الريلمي 5 برو. يلا بينا. طيب نتكلم شويه بقى عن الكاميرات. وبما ان الريلمي 3 برو كان واحد من انجح الموبايلات في المجال بتاع الكاميرات، كانت الكاميرا بتاعته فعلا كويسه جدا، فبرضه عندنا هنا في الريلمي 5 برو عندنا 4 كاميرات، وديت اكتر حاجه او اكتر تطور ملحوظ في الموبايل. ولكن دايما زي ما انا بقول، مش معنى ان الكاميرات بتزيد معنى كده ان الصوره هتطلع احلى، لكن كل ما الكاميرات تزيد هيبقى فيه اوضاع للتصوير مختلفه. وفعلا هنا عندنا اول كاميرا من فوق خالص، هي كاميرا وايد 8 ميجا بكسل. هي معمول عليها دايره مكتوب عليها 48 ميجا بكسل، لكن في الحقيقه ديت العدسه الوايد ال 8 ميجا بكسل بتيجي بفضل العدسه 2.2. العدسه اللي بعديها بقى ديت العدسه ال 48 ميجا بكسل الحقيقيه، بتيجي بسنسور من نوع سوني، النوع بتاعه اي ام اكس 586. ودي كاميرا او عدسه 48 ميجا بكسل بتطلع الصور شارب قوي بصراحه، وبتيجي بفضل العدسه اف 1.8. العدسه الثالثه والرابعه الاثنين 2 ميجا بكسل، واحده معموله للدبس والثانيه معموله للماكرو، اللي انا في رايي لسه ما اتطورتش بشكل كافي عشان تستحق انك تصور بيها، لكن هو اوبشن موجود عندك في الموبايل. بما ان الموبايل دوت قعد معايا فتره كويسه شويه، فبدات اكتشف فيه كذا حاجه. اول حاجه ان الكاميرا بتاعت الموبايل دوت فعلا اداءها كويس قوي اذا كان بالليل او اذا كان الصبح. زي ما شايفين الصوره ديت متصوره بالليل والتفاصيل بتاعت الصوره باينه جدا، حتى بعد ما استخدمت النايت مود الصوره بقت فاتحه اكتر، لكن مش نفس الالوان او مش نفس الشاربنس اللي موجوده في العدسه او في الوضع العادي. لكن مع ذلك برضو في الاماكن المظلمه خالص بقى اللي ما فيهاش نور النايت مود بيفرق في الحاجات ديت. بالنسبه للاضاءه العاديه فالكاميرا بتطلع صور فعلا كويسه جدا يعتمد عليها. زي ما انتم شايفين هنا السكين تون، لو انت هتقول السكين تون في بشرتي اصفر شويه فدوت عشان اللونب اللي قدامي كانت لونها اصفر. لكن لو انتوا برضو واخدين بالكم دوت وضع البورتريت والعزل هنا زي ما انتم شايفين ممتاز جدا. من اكتر الحاجات اللي عجبتني الكاميرا هو العزل، 99% من الصور اللي صورتها العزل ما كانش غلطان في ولا حاجه. غير كده عندك الوضع بتاع الكوما بوست اللي معروف من شركه ريلمي اللي بيخلي الالوان
كويسه شويه. وانا فاكر السنه اللي فاتت كانت الالوان بتبقى فاقعه حبتين زياده، فالسنه دي عدلوا الموضوع دوت شويه، فالالوان ما بتبقاش فاقعه قوي لكن بتبقى ملونه بزياده. حاجه بقى غريبه خدت بالي منها، زي ما انتم شايفين هنا مصورين صوره اطفال ابرياء موجودين في مدرسه، واحده بالمود ال 48 ميجا بكسل، واحده بالمود العادي. فالصوره اللي على اليمين ديت متاخده بالكاميرا ال 48 ميجا بكسل، واللي على الشمال متاخده بالمود العادي. ولو عملنا زوم ان كده شويه في الصورتين هتلاقوا ان الديتيلز قريبه جدا في الكاميرتين، فحاسس ان المود مش فارق قوي، مع ان الصوره اللي متاخده بال 48 ميجا بكسل 13 ميجا والصوره العاديه 5 ميجا. فلو انتوا حاسين ان في فرق قولوا لي، لكن انا حاسس ان مفيش فرق قوي. لما نيجي بقى للكاميرا الاماميه فبرضه هي الكاميرا ممتازه جدا، بتيجي 16 ميجا بكسل بالسنسور من شركه سوني اللي هو الاي ام اكس 471، وبتطلع برضو فعلا صور حلوه جدا. وضع البروتيز فيها برضو العزل اللي فيها جميل جدا، ما بيغلطش كتير. البيوتي مود هنا حلوه جدا، لكن لما تصور صور من غير البيوتي مود هتبقى الصور شارب اكتر. وهكذا برضو لو انت في مكان وفيه اضاءه كتير وفي اضاءه واحده بس، الصور هنا بتطلع كويسه. وعلى فكره فعلا الموبايل دوت الكاميرات اللي فيه من اكتر الحاجات اللي بتميزه، والكاميرات اللي فيه يعتمد عليها جدا. لما نيجي لوضع تصوير الفيديو فاحنا هنا ممكن تصور فيديو 4K 30 فريم في الثانيه، او فول اتش دي 30 او 60 او 120 فريم في الثانيه. وممكن برضو تصور سلو موشن 240 او 930 فريم في الثانيه، لكن عن تجربه ال 930 فريم في الثانيه يعني مش اكتر حاجه حلوه، هو بس يعني موجود في الموبايل لكن هو ما يعتمدش عليه قوي. لو عايزين كلام باستفاضه اكتر عن الكاميرات وعن تصوير بالفيديو وفعلا صور وفيديوهات، خشوا على الانستجرام هيبقى فيه صور وفيديوهات اكتر هناك. خلصنا كلام عن كاميرات، نتكلم دلوقتي عن بطاريات. ثانية واحدة. ده الفوك تشارجر، وده يو اس بي تايب سي، ودول اكتر ميكس كنت نفسي اشوفهم في موبايل من ريلمي او من اوبو، ومبسوط جدا اللي انا بشوفهم دلوقتي. البطاريه هنا عندنا 4035 ملي امبير، ودايما ريلمي او اوبو على طول ما يروحوش مثلا ل 4000 ملي امبير، لا لازم يزودوها عن 4000 اللي هو ايه دي 4035. لا سوري مش عايزها. بعيدا عن ان الريلمي 5 العادي كان جايب بطاريه 5000 ملي امبير وبيقعد معايا باليومين عادي جدا مفيش اي مشاكل، لكن هو ما فيهوش شحن سريع وهو ما فيهوش يو اس بي تايب سي. هنا عندنا في ريلمي 5 برو البطاريه فعلا ممتازه جدا، يعني انا مش عايز اقف، لكن فعلا البطاريه هنا كويسه جدا. قعدت معايا امبارح طول اليوم، ما بتقعدش اكتر من يوم بصراحه، لكن امبارح قعدت طول اليوم كنت قاعد على الموبايل ومبهدله. غير كده اللي انت عندك اصلا الو طول اليوم ببقى قاعد مفيش حد بيعبرني، اول ما اجي اصور تلاقي في قنبله مكالمات عادي. انت بقول ايه نسيت البطاريه هنا قلت اللي هي امبارح قعدت معايا طول اليوم. غير كده اللي انت عندك في الاب بتاع البطاريه الابلكيشن فعلا كويس جدا، اللي عندك اعدادات للبطاريه لتوفير الطاقه حلوه جدا. الاعدادات بتاعت البطاريه نفسها اللي في الموبايل عندك كذا اختيار في كذا حاجه، يعني عندك مثلا باور سيفنج مود، عندك حاجه بتخلي شبه الالترا باور سيفنج مود كده، لو في مثلا برنامج بيسحب من البطاريه كبير بيجيب لك ان عندك في مشكله البرنامج دوت بيسحب كتير من البطاريه وانت مش فاتحه، ممكن تقفله والبطاريه تقعد معاك 25 دقيقه زياده. فعلا حتى السيتنجز بتاعت البطاريه كويسه جدا بصراحه. غير كده انتوا اكيد اخدتوا بالكم من الصور اللي انا كنت حاضر فرح بالموبايل دوت، وكنت لابس بدله وبتاع، كنت حاضر فرح. فقبل ما انزل الفرح بنص ساعه قبل ما بيرن الجرس دلوقتي، فقبل ما انزل الفرح بنص ساعه الموبايل كان 30%، تمام. حطيته على الشحن نص ساعه بالظبط شلته كان 85%. ازاي ما تفهمش. فالفضل يرجع للفوك تشارجنج ال 3.0 اللي بيجي في العلبه، الشاحن اللي بيجي في العلبه مع الريلمي 5 برو. يعني انا اتكلمت كتير في النقطه ديت، لكن انا فعلا حبيت قوي البطاريه في الموبايلين دول. على فكره وفي كمان كذا موبايل تاني نازل ببطاريه 5000 ملي امبير، فالمنافسه هتبقى قويه بالنسبه للبطاريات في كل الموبايلات اللي نازله او في معظمها. بس يا سيدي في حاجات تانية تيجي طبعا في الموبايل دوت اضافيه، زي مثلا اللي هو ضد الووتر سبلاش او الميه او قطرات الماء. مثلا لو انت ماشي في شتاء مثلا وفي ميه جت على الموبايل، انت مفيش عندك اي مشاكل عادي، تمسح الموبايل بس وتمسح ايدك وتمسح المايك وتمسح الكاميرات وتكمل عادي. بس يا سيدي كل دوت بتاخده بكام؟ المفروض رينج سعر الموبايل دوت، انا بصراحه ما بحبش اخمن اسعار الموبايلات، لكن الموبايل دوت هيجي انا هديكوا رينج كبير شويه، يعني يا اما بيجي ب 3500 لغايه 4500 دوت الرينج بتاع سعر الموبايل دوت. ولو عايز تعرف السعر الكامل انت هتلاقيه في الكومنتات دلوقتي حالا وفي الديسكربشن كمان، لاني وانا بنزل لكم الفيديو دوت انا موجود في الايفنت اللانش ايفنت بتاع الريلمي 5 والريلمي 5 برو. فانا بنزل لكم الفيديو دوت انا موجود هناك، انزل شوف السعر هتلاقيه في الكومنتات تحت، وانزل بقى على اللينك اللي تحت في الديسكربشن بتاع الانستجرام، لان انا اكيد هغطي الايفنت كله عن طريق الانستجرام بالكاميرا بتاعه الريلمي 5 برو. فعشان برضو تاخدوا فكره اكتر عن الكاميرا عامله ازاي، اذا كان بقى في الفيديو او في اي حاجه، انا هغطي الايفنت كله في الانستجرام، فانزل تحت الانستجرام وشوف احنا بنعمل ايه في الايفنت. بس
كده دي كانت كل حاجه للنهارده. شكرا عشان شفت الفيديو لغايه دلوقتي. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، وما تنساش كمان تعمل شير للفيديو يا جماعه، عشان انا بصراحه بتعب جدا في الفيديوهات ديت. فاعملوا لها شير، عايزين بس الناس تتفرج عليها اكتر. واعمل كومنت تحت قول لي رايك في الفيديو وانا هنزل ارد عليك، ولو عندك اي سؤال ابعته لي على الانستجرام. وبس كده، شكرا عشان شفت الفيديو واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. سلام.